شوفي خديجه عندنا ماتش واعر هاد السيمانه هذه. شوفي راه كاينه المغرب وكاينه السنغال. ضربوا لي والله المغرب ما تسابني لي تسابني بلاد نقول على خمسة على شكون هذا ديال المغرب. المغرب ديال ما السنغال ما يمشي راه عندنا مقلب شقر. عندنا مقلب شقر. ايوا ديال المغرب ديال حنا هما اللي غيهزوا لا يا ولدي والله بلاصه واحد اللي دات ضربوا على فم زغريته. عاش الملك ولا عليك المغرب. حاليا نتكلموا على التوقع ان شاء الله تعالى. بالخصوص التوقعات ديالي انا شخصيا كنتوقع فوز المنتخب الوطني المغربي بكأس افريقيا الامم المقامه حاليا بالمغرب لعده اعتبارات. اول حاجه البطوله تقام داخل البلد المغرب، يعني داخل الوطن. ثاني حاجه توجد ملاعب مجهزه وعالميه من اجل اللاعبين والجمهور ومن اجل التشجيع بطريقه مريحه، وكذلك الجمهور يعتبر رقم 12 اللاعب رقم 12، يعني من اجل مساعده المنتخب الوطني المغربي من اجل الفوز بكاس افريقيا الامم. كذلك المغرب 50 سنه لم يفوز بكاس افريقيا الامم ولن يضيع هذه الفرصه ببلده وداخل وطنه، خصوصا المغرب اضاع كاس افريقيا الامم التي اقيمت بالمغرب سنه 88 واللي كان عندها عده اعتبارات. كذلك حاجه اخرى الاطار الوطني وليد الركراكي باغي يعوض الفرصة التي ضاعت منه بكأس إفريقيا الأمم التي أقيمت بساحل العاج. كذلك الجيل هذا واحد جيل ذهبي من اللاعبين بغاو يتمنوا يعني المجهود ديالهم كفريق وكمنتخب ومنتخب قادر بنجوم عالميين، يعني تمنوا المهمة بالفوز بكأس إفريقيا الأمم ويحلوا ذاك العقدة اللي ظلت لمدة 50 سنة وهي تطارد المغرب. إذا لعدة اعتبارات أنا كرشح المنتخب الوطني المغربي يفوز بكأس إفريقيا الأمم المقامة حاليا بالمغرب. كذلك كرشح اللاعب إبراهيم دياز باش يفوز بأحسن لاعب دورة كأس إفريقيا الأمم لعدة اعتبارات، لأنه باغي يتم المشاركة ديالو مع المنتخب الوطني المغربي بالفوز بأول لقب إفريقي. كذلك من أجل العودة ديالو ريال مدريد والانقضاض على الرسمية أو اللاعب لدقائق أكثر بفريق ريال مدريد وخاض مباريات أكثر، وحتى إلا بغى يمشي لفريق آخر يعني الذي سوف لن يقل شأنا من فريق ريال مدريد، يعني يرفع القيمة السوقية ديالو، يعني سواء انتقل للدوري الإنجليزي أو الألماني أو غير ذلك أو الإيطالي أو غير ذلك، يعني غادي يكون رفع واحد القيمة السوقية ديالو ويقدم واحد مجهود كبير هنا بطولة كأس إفريقيا الأمم وباش يرجع من أجل الانقضاض على المكانة ديالو في فريق ريال مدريد. إذا